السلام عليكم حبايبي، ايه رأيكم في البسبوسة المحشية كاستر؟ جميلة ولذيذة جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه. ممتازة جدا جدا، شايفين مفتحة وجميلة ازاي؟ جربوها هتعجبكم جدا. وعندنا عملنا كاستر وحطينا في قلب العجينة معانا نص كيلو. معانا كوبايتين لبن كبار، وعليهم معلقتين كستر كبار، عليهم معلقتين سكر، عليهم قطعة قشطة، معلقة لبن بودرة، وهنحطهم على النار يستووا. معانا 2 مج صينية بسبوسة، وفي بالوزن نص كيلو. ومعانا نص كوب سمنة على زيت، ده بالمج العادي الصغير ده، مليين المج. بمج اللي معايرين بيه نص مج. معانا خدنا معلقة بيكنج باودر كبيرة من الكيس. خدنا معاه كمان حتى نظرة ملح. هنحط ورقتين فانيليا على البيض، ومعلقة خل. حطينا بالصلاة على النبي كده كده نص كوب سكر. هنحط بقى ايه دي المكونات الجافة كلها اهيت. كيكة البسبوسة دي جميلة قوي. معلقتين جوز الهند سرا كده عشان ما بيحبوهاش. انا بحبها جدا. وهنحط السمنة والزيت على اساس ان احنا ايه، هنديلها لحد ما تتغلف. خدت الكوباية فاضل يجي معلقة، عشان انا محبتهاش زيادة السمنة فيها قوي. وعندنا بالصلاة على النبي علبة زبادي 105 جرام. عندنا كمان بطين حلوين، ومعاهم الفانيليا، ومعاهم معلقة الخل لأجل الزفارة. هنحط كمان نص كوب من اللبن. البسبوسة اتظبطت قوي في الحتة دي، عشان ابقى صريحة معاكم. اتحطت حلوة قوي الطبقة دي، وهي معمولة بالطريقة دي كده. فكانت حلوة وناعمة وحلوة قوي، وطعمها مع القشطة حلوة قوي. بس الطبقة التانية لما خففناها قوي، يعني كانت عايزة ما تتخفش قوي كده، نشفت شوية بس مش نشفت قوي. هي حاجة بسيطة يعني، محدش عيب عليها، انا اللي لاحظتها بس. كل اللي كان منها عجبته جدا. بس انتوا عارفين تيتا يعني بتحب تقولكوا على كل كبيرة وصغيرة. هي حلوة قوي قوي، بس هي الطبقة دي التانية كانت مش حلوة زي الأولاني، زي الطبقة اللي تحت دي. طيب حطينا الكاستر بعد ما سويناه وخليناه غلي كويس على الايه، على الطبقة الرقيقة خالص اللي فردناها في الصينية دي. شايفين منظر الكاستر؟ خطير، وما فيش حتة لزقت ولا طلع في أي غلطة. تشوفوا بقى، أنا حطيت هنا كده لبن كتير. يعني أنا حطيت حتى شوية الأول ورجعت زودت تاني. قلت أما أكمل على الباقي ده كان يجي نص اللبن اللي معمول أساسا. فهو عارفين لو انا حطيت حتى دول كانوا هيبقوا حلو. اما شوف رحت حاطه شويه الباقيين، يعني نشفوها ستيكه كده. بس كانت والله صينيه حلوه جدا جدا ممتازه، جربوها هتعجبكم جدا. بس عرفنا نفردها بقى على وش الكريمه كده، اللي هي الكاستر. وبصراحه طعمها بالكاستر حلو قوي، انا اكلت منها جامد جدا وعجباني، عجباني جدا. والله حلوة حلوة قوي قوي. خبطناها خبطتين كده عشان ندخلها على الفرن. دخلناها على الفرن في الوسط على نار من تحت بس. احمرت الجناب، رحت مولعلها من فوق احمر. هعمل الشربات عما تستوي. حطيت 2 مج سكر، المج 200 جرام، وكوبايتين مية. يعني احنا حطينا لها كده يجي 500 جرام سكر، نفس وزن البسبوسة. هنحط كمان 2 كوب مية اهو عليها مليانين على الآخر. وهنحط عصرة ليمون، وهنحط
معلقة ايه، هنحط معلقة سمنة اهي، وهنحط ورقة فانيليا على النار، وخلاص على كده البسبوسة بتاعتنا احمرت، حمارها حلو قوي. بس التليفون بتاعي مش عارفة ايه اللي جايبه، يعني شوفوا اللي يشوفها يقول محروقة من الجنان، مع اني قلبتها وشكلها حلو قوي قوي. الشربات بتاعي كان لسه بيغلي، ورحت دلقاه له كله، دلقت الشربات كلياته على البسبوسة، ورحت مغطياها وسايباه. شربته، ولو كانت حطلها تاني كانت شربته كمان. اه، خدت كل الشربات، ورحت مغطية. شايفين نشفت ازاي؟ طالما شربت الشربات تبقى بسبوستك صح. جيت حطيتها بقى على الصينية كده، وهقلبها عشان اوريها لكم من تحت. هتلاقي شكلها من تحت احلى من فوق كمان. بجد بسبوسة فاخر من الآخر، جميلة ولذيذة. أنا بحاول بقى أسلك الصينية، خايفة لو كل لازقة فيها، خبطت عليها عشان ما تبقاش لازقة. شوفوا بقى المنظر، تحفة تحفة فنية. بجد جربوها وشوفوا شاربة وجميلة ازاي، في منتهى الجمال والروعة. وبألف هنا وصحة، ويا رب ما تنسوا اللايك لتيتا، واللي يعجبه